الحمد لله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. آمنت بالله ربا وبمحمد رسولا خاتم النبيين وكل الرسل وكل الكتب وملائكته وبالقدر خيره وشره. يا رب اعف عني وزد في إيماني واغفر لي ولا تعطيني ما لا طاقة لي. آمين يا رب العالمين. قد يتساءل المرء، يقول: لماذا هلال تغير؟ لماذا هلال بين ليلة وضحاها اختار الإسلام؟ بصراحة لأن كانت حياتي ضنكا، كما قال سبحانه وتعالى في قرآنه: ومن أعرض عن ذكري سيعيش عيشة ضنكا. أتمنى أني ذكرت الآية بالصح. وهذه الآية هي آية لكل شخص يريد معجزة من الإله سبحانه وتعالى. إذا ابتعدت من الله وقلت أنا لم أخلق إلا لأعبد، ستعيش عيشة ضنكا، والشيطان يدخل حياتك، لأن الله سبحانه وتعالى حذرنا: إن الشيطان عدوكم فاتخذوهم عدوا. لماذا دخلت الإسلام؟ الإسلام هو الدين الوحيد في العالم الذي بقيت منه صفاء ونقاوة التوحيد. ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام حارب لتكون كلمة الله هي العليا. كل آيات العنف التي تقولونها قاتلوا 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 هي بسبب الاستعمار الروماني والفارسي، هم الذين احتلوا بلادنا فقتلناهم. تريدون السياق التاريخي؟ تفضل. تريدون السياق التاريخي للتوحيد؟ اقرأوا التناخ، ستجدون أنهم عبدوا إله واحد. اسمع يا إسرائيل، إنما إلهنا إله واحد. المسيحيين يبشرون أن يسوع هو الله الظاهر في الجسد؟ لا، هم الذين اعتقدوا ذلك. هم. لا يمكن لشخص عرف العهد القديم التناخ ويدعي الألوهية أو يدعي التجسد، أن الله تجسد فيه، لأن وصايا العشر تقول أنه لا تعبد تمثال، والله لا يبدل كلماته ولا ينقض وصاياه أو شريعته التي تحتوي على 632 وصية. اليوم حتى اليهود الذين فيهم نقاوة التوحيد يقول لك أن الإسلام هو الذي حافظ على هذا الإيمان، وأنهم ضد المسيحيين تماما، ضد التجسد. في التناخ في القرآن الكريم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى والصلاة له وعبادته اتخاذ شريعته فقط، والصلاة والزكاة والصوم أركان الإسلام. فالذي خلاني استفيق وأعيد النظر صراحة كلمات الدكتور هيثم طلعت. أشكره من كل قلبي وأتمنى له كل الصحة والسعادة والخير في حياته، وأن ينعم الله عليه ويغفر له يعوض تعبه وكل ما هو يقدم لنشر الخير والحقيقة ينشر الصحة. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي الصحة، هي كل شيء. إذا خسرت نفسك والله خسرت العالم كله. لا يوجد ملحد وإلا
يريد أن يكون هناك إله، يريد أن يرى الحق. فبدون الله أنت بدون قيمة، عدمي، بدون روح. حياتك يعني ستصبح ظلمة، يعني تجري وراء هذه الحياة، ستصبح تقول لنفسك ماذا أنا؟ من أنا؟ هل أنا هو الإنسان الذي قال عنه يعني داروين أنه إنسان الأفضل، أو أنا الإنسان الأدنى؟ إذا كنت الأفضل يعني سأحشد الكثير من الثروات، ويعني وأنافس الذين حولي، وأنا الأقوى وأنا الجميل وأنا الصحي وأنا كذا، لكن الضعيف خليه يموت، خليه كذا. من يكون الذي مات؟ ماذا أقول له؟ لماذا أقول له لروحه السلام؟ يعني خلاص هو حثالة كيميائية. يعني الصراع كأنك تصبح حيوان شرس والعياذ بالله. يعني حتى الحيوانات ترأف على نفسها، يعني وتسبح بالله، يعني هذا علم الغيب. يعني حتى أجمع الناس أنه لا يوجد أشر مخلوق في الأرض الآن هو الإنسان. لماذا؟ لأن الشيطان تغلب عليه ونزع منه الروح والماديات، وأقنعه أنه حثالة كيميائية، وأن الله سبحانه وتعالى غير موجود، فأصبح مادة ولا شيء، بلا روح، بلا أدب، بلا معنى. وأنا عشت هذه، حرفيا عشتها، خوف، قلق، كنت أريد الانتحار. يعني الله سبحانه وتعالى كان قال لنا هو أقرب لكم إلى الوريد، يعني فقل سيذهب أبي وستذهب أمي وستذهب أختي وسيذهب كلهم، أخي من يتبقى لي؟ سأعيش هكذا يعني خائفا. لكن سبحان الله وتعالى، يعني إذا تمسكت به بحبل الله، والله ثم والله سيتشقق الحجر بصبرك وقوتك وإصرارك، وتتغلب على الشيطان وعلى الحياة، وتصبح حياتك جيدة وكل الناس جيدين، وتقيم شريعته بعدل. الإسلام دين عدل، الإسلام دين حق، دين حقيقة، وليس دين خيال، ودين يعني يدعو إلى يعني الأمور التي تغري الإنسان هكذا. لا، الحدود والشريعة والنظام وكذا وكذا. يعني يقول لك ممكن هذا أنت تظنه شر لك، لكن هو خير لك. الإسلام دين ليس لإغراءات كما هو في المسيحية. الله مات من أجلك، والله تجسد، والله محبة، والله محبة. يعني الله خصه يعني من يحبه نحبه، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإسلام هو الدين الواحد، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد محمد رسول الله، وعيسى عبده ورسوله، كلمته وروح منه ألقاها إلى مريم. يعني حلقة الدكتور هيثم طلعت، الحلقة الأخيرة التي هي بعنوان مترجم كتب داروين للعربية، إلحاد بدون ترقيع، عرف الإلحاد وعرف الشخص الذي جرد نفسه من الله سبحانه وتعالى، كيف هو يعيش، وكيف الإنسان يصبح شريرا عندما يعتنق الشيطان، وليس الإلحاد، يعتنق الشيطان. لأن إذا لم تؤمن بالله سيصبح الشيطان في حياتك. قال الله لآدم، أو يعني للملائكة، استغفر الله، يعني في آياته: أتجعل فيها من يسفك الدماء ونحن نسبح لك، قال له أعلم ما لا تعلمون. كان هناك يعني أمور حية، أمور يسفكون الدماء، قالوا أنا أعلم ما تعلمون. فألقى آدم يعني آدم ألقى لله سبحانه وتعالى، قالوا كلمات، قالوا اغفر عني وكذا. فقالوا معلش، يعني فأجعلك خليفة في الأرض، وعلمه يعني قبل كذا، علمه الأسماء وكذا، وقال له أحذرك أن الشيطان وأنت سيكون عدوا لك. والله
الآية التي ستكون في حياتك، الآية الواضحة هي: من أعرض عن ذكري ستكون حياته ضنكا. وأنا عشتها حرفيا. هل يوجد أكثر من هذه الأمور؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا خيرت الشيطان ولم تخير سبحان الله وتعالى ستحول حياتك إلى جحيم، إلى جحيم. وأتحدى ملحد يقول يكذبني وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأن عيسى رسول الله، كلمة الله وروح ألقاها إلى مريم. وكل النبيين يدعون إلى الإسلام، ومعناها الاستسلام إلى الله وحده سبحانه. الإسلام معناه الاستسلام إلى الله سبحانه وتعالى والإيمان به وحده لا شريك له. وهذه دعوة كل الأنبياء بطريقة غير مباشرة، وإن كانت الغاية واحدة وهي عبادة الله الواحد من بداية الإنسان حتى اليوم. وهذه بسبب وهذه يعني الأمور، حتى الناس الذين درسوا تاريخ وعلم الأديان يقولون أنه الإنسان من الأول يريد الله سبحانه وتعالى. عندما ينظر إلى الشجر وإلى الوثن وإلى البركان وإلى الشمس، فهو في مخه أو في عقله يريد الله سبحانه وتعالى. فصح القول أنه من آدم إلى الآن كانت الرسالة واحدة، هي توحيد الله واستسلام إليه، وهو الإسلام العظيم. من شك فيه هنا، يعني أتكلم عن المؤمنين، شك في إيمانه وشك في الله سبحانه وتعالى. أما الملحدين يعني هم يعلمون حياتهم كيف تحولت وكيف صارت بدون الله سبحانه وتعالى. وهذه أكبر آية لك يا أخي الملحد. تراجع وعد إلى الله سبحانه وتعالى، وسترى الأدبيات التي ستكون في قلبك، يعني الراحة الكاملة، وتكون لك معنى، وتعيش حياتك منتظمة مع الله سبحانه وتعالى ومع كل الناس إذا طبقوا الإسلام طبقوه. أعني هنا يعني بالصلاة والنهي عن الفحشاء والمنكر، ويكون إنسان يعني يقوم بالخير كما قال عليه، يعني كما قال له الله سبحانه وتعالى: اعمل الخير تحيا، اعمل الخير تحيا، وصلي، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبالصلاة يعني كل شيء يستقيم لك، وتصبح إنسان جيد، وتعمل بشرع الله والخير، وتساعد الإنسان، وتصبح تموت من أجل الخير، تموت من أجل الحق، وليس الإلحاد هو التنافس فيما بينكم وتصبحون شرسين، حيوانات بدون قيمة، حتى الحيوانات أحسن منكم. وهذا بشهادة يعني كل العلماء أن الإنسان أشرس ما وجد في الأرض إذا ابتعد عن الله سبحانه وتعالى. فالمعجزة التي حصلت معي هي أنه الله عندما يعني عدت إلى الله سبحانه وتعالى تغيرت وأصبحت مثل الأول، إنسان رائع جيد بلا خوف، غير مريض، أحب الكل، أعرف قيمتي، أعرف قيمة كل الناس، لا أخدعهم باسم الدونية واسم أنت أراك حثالة، أو أراك أنا هو القوي، أنا هو الجميل، أنا هو الصح، أنا هو الأعلى. لا تغرك هذه الحياة، ولا يغرك الشيطان. عد وتب يا رب يا رب يا رب يا رب. أنت تعرف كيف أنا أريدك يا رب في حياتي. اللهم يا رب اغفر عني وصح لي، ولا تحتمل ما لا طاقة لي يا رب يا رب. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، والله أكبر. والله هذه الكلمات لا يعرفها
ويتمتع بها إلا المؤمن الصحيح. قسما بالله، عد إلى الله. يا والله حلقة هيثم طلعت لو راجعتها بقلب وبعقل صافي والله لما ألحدت. الله أكبر. لا أطيل عليكم ولا أطيل على نفسي. هذا الفيديو عملته يعني لكي أثبت لكم، والآن يوم قد تأخذوني الكلمات، لكن من يعرف حلاوة الإيمان ويريد أن يتوب يعرف كلماتي جيدا. والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. يعني لا أريد أن أكمل، يعني هذا سيكون آخر فيديو، لأنه خلاص رأيت الحقيقة، رأيت النور. فلما سأكمل في هذه الحياة معكم يعني. وأشكركم يعني، وأتمنى أن تكون حياتكم جيدة وتسمعوا إلى كلمات يعني الناس الذين يدعون إلى الحق. أرجوكم، حياتكم ستتغير. هذه هي المعجزة الوحيدة. ما راح أستطيع أكمل معاكم لأنه حياتي الآن أصبحت جيدة، ومع الله سبحانه وتعالى ومع الناس ومع المجتمع وكذا. فلما سأكمل يعني. وأشكركم وإلى اللقاء. وأتمنى لكم أن تعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله أكبر. إلى اللقاء.